السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين. يلا بينا نعمل مع بعض فطار 20 من رمضان الساعة 5:05. يلا بينا نشوف كده هنعمل فطار ايه كده معانا على السريع. واول حاجة بنسمي الله، وتاني حاجة بنصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولحت على اللبن كده يغلي زي ما انتم متعودين معايا، وده كان عيار الرز هعمله في برامي النهارده. وكمان ولحت الفرن كده يسخن. بعد ما غسلت الرز بتاعنا ضفت معايا معلقة ملح، والملح على حسب الكمية. ولكن الكيلو رز كان معايا المعلقة الكبيرة مظبوط، وذرة بسيطة من السكر علشان يخلي الرز بتاعنا لونه أحمر كده وحلو زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو. وهنا بقى كان الرز بتاعنا مظبوط كده، اللبن بتاعه تمام. هندخله في الفرن، بس لازم نقلبه كويس جدا علشان ندوب الملح. واهم حاجة اللبن بتاعك يكون سخن علشان يغلي بسرعة. تاني حاجة كده معايا كبدة وقنصة كده، هنعمل تتبيلة كده او الحشوة بتاعت الديك. اديله ادي بقى. هنعمل ديك بلدي، وجاي طياري كده من مصر علينا جري. بعد ما شوحت الكبدة كده نزلت معايا بالبصلة، وبعد كده نزلت معايا بفصين من التوم، وحطيت فلفل اسود وكمون والملح. بعد كده نزلت بمقدار الرز على حسب حجم اللي هتحشيه، يعني كان الديك كبير او صغير. ولكن الديك بتاعنا ده كان متوسط يا سيدي بقى على طعم. بعد كده نزلت بالتوابل زي ما قلت لكم، فلفل اسود كمون وملح، بس كده. ونشوح كده الرز تشويحة حلوة. وبعد كده هننزل معايا بمية تكون بتغلي، ونغطي الرز. لازم تسوية الرز بتاع الديك يكون 3/4 سوا، او البط او الحمام 3/4 سوا، محدش يقولك النص. خلي ال3/4 علشان تأكد ان هو هيكون مستوي مظبوط معاك. نغطي عليه ونسيبه كده يستوي على البخار. نيجي بقى هنا معايا على الديك بتاعنا اللي هنحشيه كده، ونظبطه كده ببصلاية صغيرة او ربع بصلاية كبيرة كده. ونحط ذرة فلفل اسود وذرة كمون، وكمان نصف معلقة ملح صغيرة علشان نطعم كده اللحم بتاع الديك من بره ومن جوه. ونعمل كده اجمل مساج. هنحط كمان فلفل اسود، كتري وبلاش تستخسري. ونعمل كده اجمل مساج معانا للديك. ممكن تسيبي الرقبة بتاعت الديك وممكن تشيليها. انا كده هقصها ان شاء الله، بس ان احنا نعمل اول ايه المساج بتاعنا الحلو كده من جوه ومن بره ومن تحت الجلد يعني. عايزين نحول الديك الصغنطوط الحلو ده لديك رومي كده، يعني يكون سيرة الفرخ الديك بلاش فرخ، عشان احنا كده اتأكدنا ان هو ديك جاي الراس بالعنف بتاعه، يعني هو ديك صريح يعني. وبعد ما تبلت كده الديك زي ما انتوا شايفين، خلاص الرز بتاعنا كده كان استوي. واديله اد بقى. يلا بينا نحشي بقى الديك بتاعنا كده من البطن ومن الزور ومن تحت الجلد. مش هنسيب حتة كده غير لما نحط فيها الرز. اهم حاجة ما تكبسيش الرز وانت بتحشيه علشان ياخد براح في السوا معاه. وكمان لازم تتأكدي ان وانت بتحشي الرز بتاعك من الرقبة، لو الرقبة بتاعت الديك ضيقة وبتحشي بمعلقة تكون عريضة، خلي بالك علشان ما تتقطعش. لازم تختاري المعلقة اللي هتحشي بيها تكون مناسبة علشان ما تقطعيش رقبة الديك بتاعنا. ايوه شايفين؟ انا بعمل بروفة كده لقيتها صغيرة كبيرة او عريضة، فغيرتها بمعلقة اصغر منها. وبعد كده قسمت نص بصلاية وحطيتها في بطن الديك تسد الرز. وكمان راس الديك اهي، المال الحلال اهو. حطيت بقى فلفل اسود وكمون ورق لوري وكمان ملح، لان انا عارفة ان الديك ايه ما بيغيبش في السوا. وكمان مطلعاه كده من الصبح علشان يطرى كده ويكون معانا حلو. ونزلت بطماطم وبصل كده ايه دول دي بقى. يعني نسيبه بقى الديك كده يعيش ويتعايش كده في الساعة اللي باقية على المغرب. ويلا بقى نعمل مع بعض أجمل صينية بطاطس عملتها كده على السريع. وكان طعمها فظيع من غير ما أزود نقطة مية. كانت مستوية وطعمها اللهم صل على سيدنا النبي. كانت حلوة كده ومستوية كده منه في ني في ني. شايفين الطماطمية الوردة دي؟ الطماطم دي مخوخة من جوه، تحس ان مفيهاش لحم كده. وغالية جدا في ايطاليا، مش عارفة مغلينها على ايه. يلا بقى نقطع كده نص طماطمايه كده شرايح، ونص قرن فلفل شرايح، وكمان البطاطس معانا شرايح. ونزود بقى معايا ايه تاني التوابل.
اول حاجة هنزود ذرة بسيطة من الشطة بتخلي الطبيخ ده في حتة تانية، وهنا فلفل اسود وكمون، وهنزود كمان ملح طبعا ده اكيد، وهنزود معانا ايه تاني، ورق اللوري. ايوه. ونزود معانا بقى ايه، علبة صلصة كده صغيرة او ربع كيلو عصير طماطم او ربع لتر عصير طماطم، ونقلبهم كده مع بعض. شايفين كله ني في ني كده. ناسيين ايه بقى، ناسيين معانا البصلة. نقطع بقى كمان معايا كده بصلاية صغيرة او نص بصلاية كبيرة، ونقطعها كده شرايح كده جوليان. والتسبيكة بتاعة البطاطس دي كانت ما شاء الله، والله ما خدت مية ولا شوربة ولا أي حاجة، على نار هادية كده واستوت على البخار منه فيه. حطيت كمان معلقتين زيت كده واديله يدي بقى، سبتها على البوتاجاز لمدة 10 دقايق، وبعد كده دخلتها الفرن. هنا بقى معايا الكبدة، حطيت معلقتين ملح ونص عصرة ليمونة كده، وكأني بعمل لها ايه يعني. هو ما ينفعش ان انا اغسلها، بس انا عشان بديها تعقيمة، لانها بتكون جاية من الجزارة، فما اعرفش ان هم اصلا يعني جاية من الجزارة عايزة تتغسل، لان مش، انتوا فاهمين اكيد يعني، عشان نقتل اي بكتيريا اي جراثيم. فحطيت الملح والليمون كده على السريع وشطفتها بسرعة. بعد كده قطعتها تقطيع ناعم. كنت مظبطة كده الديك، وعرفت ان في ضيف هيجي معانا ينورنا وبيزيد الاكل نور معانا، فقلت نعمل ايه بقى، نعمل ورقة قلاش كده على السريع بكم حتة كبدة كده. الكبدة ده كان كبدة فراخ، يعني ما بتاخدش 10 دقايق على النار. كده كان باقي ربع ساعة على المغرب. بقول لنفسي هنلحق، ايوه ان شاء الله هنلحق، انا قدها وقدود. مادام بعمل حاجة وأنا عايزة أراضي أي حد، بعرف إن ربنا بيقف معايا، وإن شاء الله هنكمل وهيكون أجمل أكل معانا. مسكت بقى بصلتين كده، عملتهم إيه بالسكينة كده أو تقطيع ناعم، عايزة تبشريهم بشر ناعم أو بالسكينة، بس أنا بقيت إني بحب أستخدم السكينة كده في إيه، تقطيع البصل معايا. كبدة هنا بديها صدمة، وبعد كده بننزل معايا فلفل أسود والكمون والملح، واديتها ذرة بسيطة من القرفة. بعد كده نزلت معايا بالبصل، وكمان ربع قرن من الفلفل الألوان، بيديها طعم كده حلو معانا بطعم البصل والكبدة، بيعمل ميكس كده بينهم الاتنين سوا، ويخلي الطعم الاتنين يندمجوا كده ويكون حلو. هنسيبهم بقى كده على نار عالية. والرز بقى كده اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده اللون بتاعه مستوي حلو. الفرن بتاعي فيه مشكلة انه شغال من فوق بس، نفس المفتاح اللي بيشتغل من فوق ومن تحت، يعني ما ينفعش اشغل الاتنين، فبدل وش وبعد كده برجع تاني اكمل من تحت. هنا بقى عندي لفة قلاش كده، هي يعني النوع طلع مش اللي هو يعني مش اللي هو العالي قوي، زي ما انتم شايفين كده الورق متقطع، فما فيش مشكلة تقدري تعمليه وهيكون حلو. اما هنا بقى الكبدة كانت ما شاء الله استوت، فبعملها كده بالمعلقة عشان اطريها، وبما ان هي كبدة كانت سهلة ان انا ايه يعني افركها او انعمها كده بالمعلقة. واديت لها كمان ربع كوباية شوربة. وبعد ما استوت كده حطيتها في النص، وبعد كده رجعت تاني زودت القلاش من فوق، وبنقطعه كده على حسب بقى الرغبة، تقطعي على حسب الرغبة، وندخله الفرن الأول، وبعد كده أول ما بحس إن هو اتشمع من تحت بنرجع له تاني. في الوقت ده أنا بعمل العصير بتاعي. عملت معايا فراولة باللبن وكان طعمه حكاية. اللبن ده بيكون كامل الدسم، وكمان اللي هو بيكون معلب. اما لو لبن هيكون فريش لازم يتغلي وبعدين يبرد عشان تقدري تعمليه. هنا بقى القلاش كان خلاص اتشمع من تحت كده، ربع كوباية لبن على شوربة وبيضاية فلفل اسود كده، ونربهم ونحطهم وندخل تاني الجلاش علشان ياخد معانا الوش الاحمر اللي يكون حلو كده. اديله قد بقى ذرة زيت كده على الديك الرز، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. يا سيدي لايك بقى للرز الحلو ده، وكمان البطاطس. وهنا بنغرف الاكل بتاعنا علشان يبرد، لان كل الاكل طالع سخن. وورقة القلاش كده، صينية القلاش اديله قد بقى، والشوربة بتاعت الديك الشامورت يا سيدي. لايك بقى حلو كده. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اسيبكم في رعاية الله.